هلو فيديو بقالي كتير قوي بحضر فيه عشان ملخصه فيه كل الطرق اللي استخدمتها في تنظيم الوقت وامتى استخدمتها. منهم طرق استعملتها عشان اشتغل جنب الدراسه، اعمل فيديوهات وسط ثالثه ثانوي، انظم مواعيد المذاكره والامتحانات وغيرها. هقول لكم كل طريقه حسب الشخصيات والمواقف اللي تنفع معاهم، وهتلاقي نفسك اصلا بتستعمل اكتر من طريقه حسب الحاجات اللي وراك والفتره اللي بتمر بيها. فيلا بينا. لو بتعاني من التسويف او البروكراستينيشن ودايما الحاجات بتراكم عليك فالطريقه دي ليك. اكتب 3 حاجات بس تعملها في يومك بشرط تكون محدد جدا. هذاكر حصه عربي، هلعب رياضه لمده نص ساعه، وهاخد ساعه واحده من الكورس. في بدايه اليوم هتحس بالسهوله لانهم 3 حاجات بس. في نهايه اليوم بعد ما تخلص كل حاجه هتحس بالانجاز، وده هيحفزك تعمل كده كل يوم. بستخدم الطريقه دي بعد اي بيرن اوت عندي، او في اي وقت كنت حاسه فيه ان انا مش قادره اعمل اي حاجه وباجل وخلاص، ودي اوقات كتير صراحه. لو انت مش بتأجل عمل اليومي الى الغد بس كل شويه بيطلع لك مهام جديده لازم تعملها، اعمل ويكلي تو دو ليست. يعني ابدا بورقه فاضيه اول الاسبوع واملى فيها كل حاجه جديده بتطلع لك، بشرطين: كل يوم تخلص 3 حاجات على الاقل، والاسبوع ما يخلصش غير والورقه دي فاضيه او متشخبطه. وبكده تقدر تخلص اكتر من 15 حاجه في الاسبوع، ده لو هتأجز الويك اند يعني. الطريقه دي كنت بستعملها في مراجعات ثالثه ثانوي لما كل يوم كان بيطلع لي حاجه جديده. استعملتها كمان لما كنت بعمل فيديوهات في الاول وكنت بدرس في نفس الوقت. A wise man once said: لو اديت لنفسك يومين عشان توضب اوضتك هتوضبها في يومين، ولو اديت لنفسك ساعتين هتوضبها في ساعتين. ما علينا من ان اوضتك مش في حساباتك اصلا. لكن لو انت من الناس اللي بتطول في اي حاجه، تاخد ساعات في درس او تاسك مش محتاج غير نص ساعه، فانت محتاج بوردرز او حواجز عشان تدي لكل حاجه وقتها. الفكره انك بتقسم وقتك لمجموعه صناديق: صندوق درس العربي حجمه 3 ساعات، صندوق الرياضه ساعه واحده، صندوق الاكل نص ساعه، وصندوق المسلسل ساعه. الهدف هنا انك بتحدد الوقت اللي بتعمل فيه كل حاجه من دول، وبالتالي عقلك هيحاول بكل الطرق انه يخلصها قبل الوقت ما يعدي، وده لانك حطيت له هدف وما سبتوش كده من غير حواجز. الطريقه دي عامه ماشيه بيها طول الوقت وبتساعدني انجز كل الحاجات اللي ورايا ايا كان عددها. بعد ما تتفرج على الفيديو اللي فات والفيديو ده وتختار الطريقه اللي انت عايزها، في شويه حاجات لازم تحطها في بالك لانها مهمه جدا. 1. حضر من بالليل. فكره انك تصحى وتفطر وتقعد على الموبايل بعدين تفكر انا ورايا ايه النهارده وهعمله ازاي مش احسن طريقه الواحد قرر ينظم وقته، لانك لو محضر من بالليل هتبقى صاحي جاهز نفسيا للحاجات اللي هتعملها، وهتلاقي خطواتك اسرع بكثير. 2. كنز يومك هي اول ساعه بعد ما تصحى. انا عن نفسي بصحى اصلي، افطر فطار كويس عشان اعرف افوق، اقعد ادون شويه لو عندي وقت، وقولوا لي لو عايزين اكلمكم على الموضوع ده مره، بس ما علينا يعني. بعدها ببدا في المهام اللي كتبتها من امبارح. حدد روتين اول ساعه في يومك بحيث انك تصحى تبعد تماما عن الاجهزه، تاكل وتستعد نفسيا ليومك. 3. اول نص ساعه ابعد تماما عن الموبايل. عارفه انك ما بتعرفش تركز غير لما نور الموبايل يضرب في وشك وتقعد تسكرول حوالي نص ساعه، بس صدقني ده بيدمر يومك. انت بتتحول من شخص استباقي برو اكتيف محضر هيعمل ايه مجهز يومه، لشخص رياكتيف مجرد ردة فعل للنوتيفيكيشنز اللي بتجيله والحاجات اللي بيشوفها. وصدقني نص ساعه مش كتير، دوبك هتقوم تفوق تفطر تشوف الجدول بتاعك، بعدها انت نفسك مش تبقى عايز تمسك الموبايل لان هيبقى وراك حاجات اهم بكتير. بس كده قولي لي تحت في الكومنتس ليه عايزين تنظموا وقتكم وايه الحاجات اللي منعاكم. صحيح، كان معكم ملك حاتم ومروش حاتم. استني اسرع شويه. كان معكم ملك حاتم ومروش حاتم. قوليها بطريقه اوضح. كان معكم ملك حاتم ومروش حاتم. افرضي ما يعرفوش ينطقوا اسمك. اقولها ازاي؟ الحروف مثلا بالانجلش. اوكي قولي. طيب اتفضلي. استني اتلخبطت. MOROGE. لازم الاي اللي في الاخر؟ طب بالعربي تعرفي؟ يعني ميم را نو استني واو جيم. شطوره. باي.